عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة يا رب. تعالوا بينا النهاردة نصلي على حبيبنا النبي واقول لكم بقى على شوية شوربة كده طعمهم ايه في حتة تانية. بصوا، اول حاجة كده معايا البروكلي ومعايا بطاطس ومعايا كمان بصل. الشوربة دي يا جماعة مش هتقدروا تستغنوا عنها، بجد بجد طعمها رهيب. والبروكلي الايام دي كمان ما شاء الله سعره حلو قوي، واستغلوه في الوقت ده عشان موجود بكترة. نزلت هنا بالحلة وبعد كده حطيت عليها معلقة زبدة وبعد كده نزلت عليها بالبصلاية، يا دوبك شوحتهم، وكمان حطيت معاها البطاطس برضو شوحتها معاهم. عايزه اقولك قطعي الحاجه كبيره لانك كده كده هتضربي كل الكلام ده في الاخر في الخلاط. وبعد ما ادخله كده على تشويحه حلوه نزلت عليها بالبروكلي. ونسيت اقولك حطيت كمان فص توم. هنا هزودها ايه؟ هزودها كوبايتين ميه بس كده، وهقلب الكلام الجميل ده وهسيبه يستوي على النار. هنا كان غالي اهو. يا دوبك البروكلي ما بيتحملش ولا البصل، بس دوسي على البطاطس استوت خلاص. هنا بقى لو انت عندك هاند بلندر ماشي، ما عندكيش هتبقي زي كده هتعمليها في الخلاط. هنا خلاص كانت خلصت، وهبدأ ان انا ايه هصفيها في الحل. هنا بقى ده اللبن حطيت عليه معلقة دقيق، عايزة انت تحطي الدقيق مع التشويحة الاول حطي، مش عايزة اعمليه زي كده على البارد. ورحت حاطه معلقه الدقيق مقلباها كويس ونازله بيها على الشوربه اللي عندي، كمان ملح وشطه وكمون وفلفل. كنت صبيتها، ودول بقى حبه بروكلي لزوم التزيين على الوش. ايه الجمال ده، ايه العسل ده. عايزه اقول لكم حاجه كده، فعلا عسل وهي عسل. وهنا طبعا كنت انا عامله شويه بطاطس عاملاها معاكم قبل كده، ني في ني وغرفت. بس كده، والحمد لله على الغدا بتاعنا الجميل ده. عايزاكي تجربي الشوربه دي بجد هتعجبك جدا جدا، ولو عملتيها وعجبتك ما تنسيش تكتبي لي تحت في التعليقات. وما تنسيش بقى رجاء منك تنزلي عندي تحطي لي لايك جميل.